ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ النهارده بقى جبنا لكم فيديو عن مشتريات رمضان الجزء الثاني. احنا بعد ما جبنا مشتريات الفيديو لقينا مش كله بنجيبه مرة واحدة. يعني زي ما قلت لكم كده في الفيديوهات كل كام يوم لحد ما رمضان يجي تنزلوا تجيبوا الحاجات اللي ناقصاكوا حبة حبة عشان ما تبقاش مع بعض، هتبقى شيلة كتيرة قوي وهتبقى تقيلة قوي عليكم. فهنبدأ الفيديو معاكم، بس قبل ما نبدأ ما تنسوش تصلوا على النبي. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وكمان ما تنسوش اللايك والسبسكرايب وفعلوا زر الجرس عشان يوصلك كل فيديو جديد احنا بنعمله. وبس كده، يلا بينا نبدأ الفيديو. يا جماعة احنا أول حاجة بنروح على قسم الجبنات. دي جبنة كيري، دي عاملة 120 جنيه. احنا بنقول لكم كده سعر الكيلو يا جماعه. دي اول حاجه انتوا عايزين بقى، انتوا بقى تجيبوا الكميات اللي تعجبكم. عايزين 50، عايزين اكتر، يعني زي ما انتوا عايزين بتجيبوا. تاني حاجه يا جماعه احنا جبنا الجبنه دي، يعني دي جبنه ما تجيبش بكميه كبيره مره واحده. دي جبنه بالكريمه بالقشطه، دي كانت سعرها 140. طبعا يا جماعه الجبنه دي بتبقى حلوه جدا في السحور وبتنفع معانا وبالاكل كمان. بعد كده معانا ايه؟ المربى دي اساسي في السحور. جبنا منها يا جماعه نوعين، واحده بالتين واحده فراوله. دي كانت سعرها كام؟ حبينا نجيب اتنين يعني يكون يعني ايه مش بنفس الطعم يعني. انا بحب اللي بالتين قوي. فدي كانت سعرها كده الواحده 25 جنيه. جبنا واحده فراوله واحده تين. تبقى حلوه. الحاجات دي كده للسحور، جبنات مربى، وقبل كده موريينكم اللانشون والبيفي، وكنا جايبين انواع جبنات تانية. وكمان معانا هنا صلصه، اعلاب صلصه يا جماعه معلبه. الصلصه اللي هي بتبقى جاهزه. احنا بنستعمل الطماطم العاديه. الطماطم العاديه، بس دي بتحلي معاها كمعلقه، تحطي معلقه منها كده تديها لون. بتحطي حاجه بسيطه يعني. يعني اساسي الطماطم مش بنحتاجها كتير دي. فدي كانت عامله 20 جنيه. 20 جنيه يا جماعه. واللي عندنا هنا يا جماعه هو تمر هندي بتاع بتاع العصير. ده عامل كام؟ ده تمر هندي عامل ده يا جماعه 50 جنيه. قطعه كده على بعض. ده 50. ده 50 يا جماعه. انتوا بتجيبوه بتغلوه بتحطوه، هو بقى بيتعمل بيتقل طعمه جميل قوي ومفيد برضو. يعني الحاجات دي بتبقى جميله. واحلى من بتاع بره كمان. طبعا رمضان ما يخلاش من العصاير. العصاير دي اساسي في رمضان. تاني حاجه يا جماعه طبعا جبنا برضو بلح. اسمه ايه؟ ده بلح يحيى، هو اسمه كده. ده بقى يا جماعه سعره 40. ده كان سعر الكيلو 40. كيلو 40. ده بلح اسمه بلح يحيى. تاني حاجه جبنا يا جماعه اساسي للكنافه والقطايف الحاجات دي كلها والجلاش كل ده. رمضان محتاج اصلا الحاجات دي اساسي. جبنا سوداني. سعر الكيلو كام؟ مكتوب سوداني يا جماعه اللي هو بيبقى متقشر في صوص، تبقى هي كده جاهزه. 120. سعر الكيلو يا جماعه 120 من السوداني. ده اللي هو السوداني اللي بيبقى متقشر اساسا. انتوا بتاخدوه تحطوه على طول في الخلطه اللي بتعملوها للكنافه او القطايف بيبقى حلو وبيوفر ساعات الخشاب برضه لو حطيتي ممكن تحطي شويه سوداني. وطبعا جبنا كمان في رمضان التين زي ما انتم شايفينه كده، يعني نوعيه جميله قوي. فدي يعتبر بكام عندك؟ دي كام؟ 140 جنيه. ده قرص كده على بعضه بيتباع جاهز، بتجيبوه انت جاهز. ده كان كده التين، ده من ضمن اليميش. طبعا في قراص وفي سايب. وبعدين لما جبنا في الجزء الاولاني حاجات رمضان كانت في حاجات ناقصه، فاحنا كملناها. وجبنا الزبيب ده برضو. هنا كان سعر الكيلو 140 اهو. ده من ضمن اليميش، الزبيب والتين مع البلح والسوداني يعتبر معاهم برضو. طبعا الكسكسي ده يعني ممكن بين الفطار والسحور تحليه كده. تسخنيه وتعملي عليه اللبن من غير ما يسخن، صح؟ ولا اللبن بيتحط عليه سكر؟ لبن سخن اللبن نفسه وشويه سكر، وحطي ممكن عليه زبيب، عليه يميش رمضان، سوداني، حاجات بتبقى حلوه قوي. جامد. ده كان سعره 25. بعد كده عندنا القراصية، ده من ضمن اليميش برضو. القراصية هنا كانت ب 350 كيلو يا جماعه. كل ده كيلو. احنا بنوسع الكيلو وانت بالوزن زي ما انت عايزه. دي كده قراصية مع الزبيب والبلح والحاجه والتين. في عندنا هنا يا جماعه كمان المايونيز والمستردة معاهم الكاتشب. التلاته يا جماعه شركه واحده عشان التانيه مقاطعه. احنا ما بنجيبش حاجات مقاطعه. صح؟ جبنا يا جماعه التلاته دول اساسي. بقى عايز تعملي كفته، عايز تعملي صدق، فراخ مشويه، سندوتشات يا جماعه، كاتشب، مايونيز ومستردة. كاتشب كان بكام؟ انا مش لاقيه حاجه.
كلهم يا جماعه نفس النوع، احنا بنبعد عن المقاطعه. المايونيز كان عامل 35، المايونيز 35 والكاتشب برضو 35. 35. فاضل مين؟ المستردة. مستردة. فين المستردة؟ المستردة 35 خمسة برضو. كلهم 35. كلهم 35. كل واحدة فيهم يا جماعة ولا 35. بعد كده معانا هنا ايه؟ علبة تمر. التمر. تمر يا جماعه. احنا في الفيديو اللي فات كنا جايبين علبة بس برضو. نوع تاني، أو بس نوع نوع تاني. تاني غير دي. لأن طبعا العيلة مش هنسيب هتبقاش لكم- في طول الشهر، فايه اه. قلنا نجيب واحدة تانية. وهسيب لكم كمان اللينك بتاع فيديو المشتريات بتاع والتجهيزات. التجهيزات، وكمان بتاع الزينة في صندوق الوصف. هاي دي كانت بكام؟ دي كانت بكام؟ ب50. دي كانت ب50 تمر. ماشي. ايه تاني؟ عندنا بقى يا جماعه كده جبنا خلاص دي هنا وهنا. علبه مناديل. احنا كنا جايبين برضو المرة اللي فاتت عرض، كانوا 3 مع بعض، فدي جبناها نوع لوحدها كده لوحدها تانية. صف كانت بكام؟ 28 جنيه. 28 جنيه. وجبنا كمان يا جماعة لا، لا، طبعاً لا. عشان العصاير وكده تعبوها فيها. وهي يا جماعة دي إزازة مكتوب إزازة عليها بقى رمضان إزاز يجمعنا، دي. وفيها بقى الرسومات ديت هلال وفوانيس وكده شكلها حلو. دي يا جماعة بتحط فيها العصاير بتاعت رمضان حلوة جدا. وإزازة إزاز فصحية. يعني ما تحطيش، حاولي ما تحطيش الميه فبلاستيك. في بلاستيك لانها بتتفاعل فبتسبب امراض. دي صحيه، الازاز وكمان صحيه. عليها رمضان يجمعنا، شكلها جميل قوي جدا. تحطوه كده على السفرة في رمضان، فيها مية أو عصير. او عصير، ممكن تحطي فيها عصير. دي كانت عاملة 35 جنيه. تاني حاجه يا بعد جماعه كده معانا اساسي رمضان نجيب سكينه جديده عشان تبقى حامية يا جماعة كده لأن معاك. السكاكين بتقدم كل ما بتقعد أكتر بتبرد، ما بتبقاش حامية. شكلها جديد كده. السكينة لازم تخش على رمضان اه. السكينه حاميه وجديده. شايفين؟ شكلها حلو قوي. ما شاء الله عاملة شبه جميل. شكل السطور بتاع النزار. عشان تقطعي بقى بيها شايفينها؟ اللحوم والحاجات دي والفراخ. عشان تساعدوا يا جماعة للعيد. فدي سعرها كان 30 جنيه. بس جميله. جميلة خلي بالك عشان ممكن تعورك عشان حاميه. اي يا جماعه. عندنا كمان يا جماعة معانا سلاكة الأسنان ديت. اهي يا جماعة هي دي. تبقى علبة فيها من جوه كذا واحدة. اهي بتبقى كده يا جماعة كده عارفينها. تبقى فيها اللي هو زي الخيط بتاعها. زي المسواك صح؟ اه شبه كده. ومن تحت بتبقى حادة اللي هو بتنضف زي فيها. المسواك يعني بعد الاكل دي السنان حلوه. فدي كان سعرها 20 جنيه. هي دي بتبقى العلبة كلها على بعضها كده فيها حبة. بكام؟ بتعملوا ب20. طبعا هو لسه شويه برضو على رمضان، فاحنا كل كام يوم بننزل ننزل ونجيب الحاجات اللي ناقصانا اللي بس فاتت. كده يا جماعه احنا خلصنا مشتريات رمضان. الجزء الثاني اللي هو اليميش والخزين بتاع رمضان. ما تنسوش تشوفوا الجزء الاولاني بتاع المشتريات بتاع اليميش وبتاع الزينه، وكمان تجهيزات رمضان. هسيب لكم كل اللينكات دي في صندوق الوصف. في روتين كمان، روتين تنظيف. وفي روتين تنظيف، وفي برضو اكلات كنا عاملينها لتجهيزات رمضان برضو. هسيب لكم كل اللينكات دي في صندوق الوصف. بصراحه رمضان يعني ما شاء الله جميل وحلو وخير وبركه، فعايز حاجات ياما تعملها له وتحضرها له. وفي قلب رمضان برضو حاجات ياما، فربنا كده يا رب يجيبه بالخير والبركه كده لينا وليكم. فبس كده نكون وصلنا لنهايه الفيديو. ما تنسوش تصلوا صلوا على النبي. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. وكمان ما تنسوش اللايك والسبسكرايب وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلك كل فيديو جديد احنا بنعمله.